أنا آلاء سعد، صحفية. بحكم طبيعة حياتي وشغلي بتعرض للشارع كتير. الشارع مكان مش مرحب بوجود البنات والستات فيه، من كتر التحرشات اللي أنا بتعرض لها في الشارع واللي المجتمع بيسميها معاكسة. بحس إن أنا عليا ضغط إن أنا طول الوقت منتهكة. أنا كنت ماشية في الشارع، راجل جاي قصادي قال لي كلمة مهينة جدا، كمل طريقه. أنا التفت له فورا، بدأ يمد، بدأت أمد كمان أنا وراه عشان ألحقه في اتجاهه. بدأ يجري، جريت وراه، الناس افتكرته حرامي أو سرق مني حاجة، فمسكوه، الناس مسكته، وأصريت إن أنا أوديه القسم وأعمله محضر تحرش. رحت القسم علشان أعمل المحضر، لقيت الانتهاك اللي أنا تعرضت له في الشارع بيتكرر تاني في القسم من كل اللي موجودين، من أول أمين الشرطة اللي قال لي نضربه بس ما تعمليش المحضر، لحد الضابط اللي ما كانش بيحاول ان هو يعمل محضر وكان بيتكاسل في ده وبيخوفني من البهدله، لحد الضابط اللي بيقول لي انت عندك عقده من الرجاله عشان انا جاي اعمل محضر ضد متحرش. المحضر اللي كان ممكن يتعمل في 10 دقائق اتعمل في اكتر من 3 ساعات. عملت المحضر والمحضر اتحول للنيابه، والنيابه حولته للمحكمه، واتحددت جلسه في خلال اسبوع. اتحكم عليه بالحبس لمده سنه. في الاستئناف اخذ 6 شهور حبس. على الرغم من ان الموضوع يبدو صعب في اوله، انا لقيت دعم كبير قوي من مؤسسات مجتمع مدني مهتمه بالقضيه، قدمت لي دعم نفسي ودعم قانوني بدون اي مقابل في وقت انا فعلا كنت محتاجه ده. الموقف ده خلاني اخد قرار ان انا مش ساكته على اي حد ممكن ينتهكني، لاني متاكده ان انا مش لوحدي.